السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كنافة بالقشطة بطريقة جميلة جدا وبطريقة سهلة وما بتاخدش معانا وقت، والطعم بجد حكاية. جربوها بالطريقة ديت هتدعولي بجد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. اول حاجة هنقول بسم الله. المكونات معايا نص كيلو من الكنافة، معايا قشطة بلدي. اول حاجه هنعملها الشربات بتاع الكنافه. شربات الكنافه بيكون تقيل. معايا كوبايتين من السكر، انزل عليهم بكوبايه ونص من الميه، واخلي الميه بتاعتي في نص السكر كده علشان خاطر السكر ما يطلعش معايا على الحروف ويتحرق مني. وانزل عليهم بعصره ليمونه، وبعد كده ارفعها على النار. انا هنا معايا الكنافه، ابتدي ان انا افركها كويس واقطعها قطع صغيره خالص بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما قطعت الكنافه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ابتدي انزل عليهم بالسمنه بتاعتي واقلبها كويس، وانزل عليها بمعلقتين كبار من السكر البودرة واقلبهم كويس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. مننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نص كيلو من الكنافة بياخد كوباية الا ربع من السمنة. اول حاجة نزلت بالمعلقتين كبار من السمنة مسيحاهم في الاول، وبعد كده لما الكنافة احتاجت سمنة تاني ضفتها عليها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هنعمل القشطة بتاعتنا. اول حاجه هنا الشربات بتاعنا بدأ ان هو يغلي معانا، لما يوصل معانا للمرحله دي نبتدي ان احنا ننزل عليهم بالفانيليا. نزلت عليهم بنقطتين من الفانيليا السايله. بعد كده نعمل الكريمه بتاعتنا. عندنا هنا نص كيلو من الحليب، انزل عليهم بثلاث معالق كبار من النشا واقلبهم كويس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين عشان النشا ما تتكتلش مني. وبعد كده انزل على القشطه بتاعتنا بنقطتين من الفانيليا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده انزل عليهم بمعلقة ونص من السكر واقلبها كويس. وبعد كده انزل عليهم بمعلقة كبيرة من القشطة البلدي. واخر حاجة خالص انزل عليهم بقطعة من الزبدة. كده القشطة بتاعتنا خلصت معانا والكنافة جهزت معانا. نبتدي ان احنا نرص الصينية بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اول حاجة هنعملها هنبتدي ندهن الصينية بالسمنة بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي ناخد نص من الكنافة ونبتدي ان احنا نحطها في ارضية الصينية. وابتدي ان انا اظبط الصينيه بتاعتي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه هساوي الاطراف كويس وهساوي الصينيه كويس من تحت.